مرحبا بكم في قناتي مطبخ نور الأيام. اليوم جبت لكم حلوة الفرماج، حلوة بدون بيض، حلوة اقتصادية سهلة التحضير وتجي بزاف بنينة وتوالم في العيد إن شاء الله مع قهوة حليب. المكونات بسيطة وسهلة. عندنا 125 غرام زبدة، 4 ملاعق كبار زيت، 2 ملاعق كبار سكر كلاصي، 2 ملاعق كبار نشا، 3 حبات فرماج مثلثات، ملعقة كبيرة تاع كاوكاو محمص ومطحون، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. ندخلو الخليط مع بعضها هكا يتجانس، ونبقاو نزيدو في الفرينة حتى نكونو عجينة طرية سهلة الاستعمال. نحلوها، انا حليتها نحلوها عفوا ما تكونش رقيقة خشينة، تكون شوية خشينة. اخترت هذا الطابع تاع تاع الدمان. تقدروا ديروها مثلثات ولا هلال، يجي شكلها ثاني بزاف شباب تاع الهلال ولا مثلثات. كما راكم تلاحظوا دي شويه خشينه، ما ديروهاش رقيقه، ديروها خشينه باش يجي الشكل تاعها شباب. تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم يسخن، وديروا شعلوا عليها من تحت الطيب، ومن بعد طفوا وشعلوا عليها من فوق تتحمر غير شويه برك. انا معكم شوفوا ما ديروهاش رقيقه خشينه. ودخلوها الطيب في الفرن. للتزيين درت مربى تاع المشماش وكاوكاو مطحون خشين، ما يكونش رقيق، محمص ومطحون خشين. هاي الحلوة بعد ما طابت شوفوا ما شاء الله. ناخذ الحبة تاعنا، نجيب بانسو وندهنها في السطح والجوانب، ومن بعد نرمدها في الكاوكاو، ولا تقدروا تغطسوها كامل في المشماش وتعاودوا ترمدوها في الكاوكاو. انا درت هكا بالطريقه بالبانسو باش ما تجيش حلوه بزاف وتقهم، توالم شربوا بها قهوه حليب. كيما راكم تلاحظوا ندهنوا مليح الاسطح والجوانب بالمربى. نعاودوا نديروها نرمدوها في الكاوكاو. صدقوني وصفة بزاف سهلة بسيطة، تقدروا ديروها في رمشة عين. وزيد هذا الكمية تاع 125 غرام زبدة قاست لي 25 حبة ما شاء الله. تقدروا تضاعفوا الكمية كما تحبوا، يعني ما زدت حبة معكم باش تشوفوا. نعاودوا ندهنوها مليح كما قلت لكم، ومن بعد نديروها في الكاوكاو. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش ما تبخلوش علينا بجام وتعليق، وطبعا متابعة للقناة للمزيد من الوصفات، وما تنسوش تشغلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، حلوة الفرماج. ان شاء الله تعجبكم. هيا سلام.